ايه الاخبار؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى في الحلقه بتاعتنا هتبقى مختلفه شويه، لان احنا هنتكلم عن حاجه محدش فينا كان ممكن متخيلها بالمنظر ده، ولا عمرك اخدت بالك انها ممكن تتحول للمنظر ده. الخوف على فكره مش ضعف، عارف؟ يمكن اكتر شعور بيوقف الانسان في حياته مش الفشل، الخوف من القرار، والخوف من البدايه، والخوف من التجربه، والخوف من كلام الناس، والخوف من المجهول. اوقات سنين كامله من عمرنا بتضيع مش علشان وقعنا، لكن علشان ما اتحركناش اصلا. والغريب هنا ان اغلبنا اتعلم حاجه من وهو صغير، ان الخوف معناه خطر. فاول ما تخاف نرجع خطوه لورا، واول ما نتردد بنوقف، واول ما نحس بعدم الامان بنهرب. لكن يمكن دي مش الحقيقه كلها، واحنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الحلقه. تعالوا نبتدي كده الحلقة بتاعتنا بسؤال. خليني أسألك سؤال مهم جدا، آخر مرة خفت فيها كانت من إيه؟ مش لازم على فكرة تجاوب دلوقتي، بس عايزك تفكر معايا شوية. خفت من امتحان؟ طب خفت من الشغل؟ طب خفت برضو من مشروع أو اعتراف أو خطوة جديدة؟ غالبا هتكتشف إن أغلب الحاجات اللي خوفتك قبل كده كانت مهمة بالنسبة لك جدا. ودي أول حاجة محدش قالها لنا. الخوف غالبا بيروح للحاجات المهمة. وعمرك شفت حد خايف من حاجة ملهاش أي قيمة عنده؟ نادر جدا لما تلاقي الموضوع ده. الخوف دايما بيظهر لما يكون في حاجة ممكن تغير حياتك. وأنا بصراحة زمان كنت فاكر إن الشجاع هو الشخص اللي ما بيخافش نهائي، الشخص اللي واثق من نفسه دايما، يعني الشخص اللي داخل على كل حاجة من غير تردد. لكن كل ما كبرت أكتر اكتشف إن ده مش حقيقي خالص، لأن كل الناس بتخاف، كلهم. حتى الناس اللي شكلها قوي برضو بتخاف، حتى الناس اللي شكلها واثق برضو بتخاف، حتى الناس اللي انت فاكر انهم ما بيهزروش كلهم بيخاف. الفرق الوحيد انهم بيتحركوا رغم الخوف. ودي نقطة فارقة جدا لازم تعرفها، لاننا طول عمرنا مستنيين الخوف يختفي، لكن الحقيقة هو عمره ما بيختفي بالكامل. تخيل كده معايا ان انت واقف قدام باب جديد، او شغل جديد، ومدينة جديدة، علاقة جديدة، فكرة جديدة. طبيعي جدا ان قلبك يدق اسرع، فطبيعي جدا انك تتردد، وطبيعي برضو انك تقلق، لانك داخل على حاجة ما تعرفهاش خالص قبل كده. لكن المشكلة هنا اننا بنفهم الاحساس ده غلط، فبنعتبره اشارة توقف، مع ان اوقات كتير قوي بيكون اشارة بداية. عارف اكتر جملة ضيعت على الناس فرص كانت ايه؟ لما ابقى جاهز هبدأ. لكن الحقيقة ان محدش بيبقى جاهز ولا مرة. الناس اللي بدأت مشاريع، الناس اللي سافرت، والناس اللي غيرت حياتها، والناس اللي نجحت كلهم كانوا خايفين، لكنهم اتحركوا من مكانهم. واعتقد ان دي من اصعب الحاجات على الانسان ممكن يمر بيها، انه يتحرك وهو مش مطمن 100%، لان عقلنا بيحب الضمان وبيحب الامان وبيحب يعرف كل حاجة. لكن الحياة مش بتشتغل كده. خليني برضه اقولك ان اوقات الخوف ما بيبقاش من الفشل، الخوف ممكن يبقى من النجاح. زي ما انت مستغرب كده دلوقتي، النجاح، لان النجاح معناه مسؤولية اكبر، وتوقعات اكبر، وتغير اكبر. وعلشان كده في ناس كتير جدا بتفضل مكانها، مش لانها مش قادرة، لكن لانها خايفة من اللي بعد الخطوة. وعارف المؤلم بجد بيكون فين؟ ان الخوف بيقنعك انه بيحميك، فبيقولك دايما استنى شوية، ومش دلوقتي، ولما الظروف تتحسن، ولما تبقى جاهز، ولما تبقى أقوى. وفجأة تلاقي عدت سنين من حياتك، وبعدين 2، وبعدين 5، ولسه واقف مكانك. بس خليني أقولك حاجة برضو محدش بيقولها لك، في فرق كبير جدا بين إنك تسمع للخوف وإنك تطيعه. الخوف على فكرة إحساس مش أمر خالص. الخوف ممكن يقول رأيه، لكن القرار قرارك أنت. الخوف ليه صوت، بس مش لازم يبقى ليه سلطة. يمكن أكبر كذبة اتعلمناها إن الشجاعة هي غياب الخوف، لكن الحقيقة الشجاعة هي إنك تكمل رغم وجوده، إنك تمشي وقلبك مش مطمن، وإنك تجرب وإنت مش ضامن، وإنك تبدأ وإنت مرعوب. وأعتقد بصراحة إن أغلب الحاجات الجميلة في حياة الإنسان هي كانت بتكون ورا باب كان خايف يفتحه أصلا، زي باب الشغل، وباب الحلم، وباب النجاح، وباب العلاقة، وباب الفرصة. كلها كانت مخيفة في البداية، لكن لو رجعنا لها بالزمن هنكتشف ان اكتر حاجة وجعتنا من الحاجات دي ان احنا مجربناهاش اصلا، الحاجات اللي خفنا نجربها قبل كده. ويمكن في حاجات كتير جدا اتعلمناها غلط، ومنها ان الخوف ضعف، مع ان الحقيقة هنا ان الخوف اوقات بيكون دليل ان الحاجات دي بتكون مهمة، ودليل انك بتكبر، ودليل انك قربت من المنطقة الجديدة، ودليل برضو انك لسه عايش زي ما انت بالظبط. ويمكن المرة الجاية لما تحس بالخوف ما تسألش على نفسك انك ازاي تخلص منه، اسأل هو بيحاول يقول لي ايه. واسأل نفسك وجرب كده، اقعد مثلا انت خفت دلوقتي،
اقعد مع نفسك وشوف ما انت مش خايف من ايه. اقعد ناقش الخوف بتاعك دوت، يمكن يكون مساعدة ليك. واحنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها النهائي. فاشوفكم بإذن الله في الحلقة الجاية. يلا سلام.